السلام عليكم. موضوع اليوم، سمعوا معي الوزير التربية الوطنية ورجعوا. من ناحيه الامكانيات اللي تنعطيو التعليم راه حنا من الاولين، ملي تنجيو النتائج ولكن عاوتاني حنا الاخر حنا الاخرين. حنا الاخر في التقييمات، جميع التقييمات اللي دازت، وانا ممكن نذكر منها بيزا ديال 2018 كفايه التلاميذ في القراءه والرياضيات والعلوم، حتى لينا المرتبه 75 من اصل 79 دوله. غادي نعطيك التقارير الوطنيه كذلك، يعني التلاميذ مستوى كارثي في السنه الثالثه ما يقدوش لا يكتبوا ولا يديروا عمليه بسيطه ديال الحساب. هادشي التشخيص يعني فيه اجماع. هاد التشخيص عطيته المره الاولى اللي طلعت للبرلمان. ملي طلعت للبرلمان المنصه وحطوا لي سؤال اعطيت هاد التشخيص، قلت لهم راه البنيه تاع المجلس الاعلى، التقييم تاع المجلس الاعلى تاع التعليم في 2019 عطى بان التلميذ في اخر السته 70% تاع التلاميذ ما تيتمكنوش من التعلمات الاساس. نهضروا اليوم على واحد الموضوع اللي واكل العصا بزاف في المغرب، اللي هو الموضوع ديال التعليم. فهاد القضيه ديال الفرنسيه، يعني تدريس ديال المواد العلميه، الماط والفيزيك والعلوم باللغه الفرنسيه، فشلات فشل كبير. كيبقى فيها التلميذ اللي كيكون ضابط الامور بالعربيه، وفجأة كيطرم عليه واحد البرنامج صعيب بلغة ما ضبطهاش أصلا، فكيولي تايه في القراية. النتيجة هي التلميذ كيولي كيكره المواد الرياضية، كيولي كيكره المواد الفيزيائية، كيكره المواد العلمية اللي كدرسوا باللغة العربية للأسف. والسبب ماشي حيت صعيبة، ولكن حيت اللغة ولات حاجز، كيولي غير كيقلب على النقطة ولو بالغش ولو بالحفاظة بلا فهم. وهذا هو الضياع ديال الأجيال بعينيه. واللي قهرني بزاف هو ان هذا القرار ولا كيهمش اللغه العربيه اللي هي اللغه ديالنا، لغه الام، لغه القران، وغير باش نبقاو تابعين اللغه ديال المستعمر القديم. وكما سمعتوا معايا الوزير كما قال، اعترف بهذا الفشل. هذا الاعتراف مهم ولكن ما كافيش، والحل من المسؤولين خاص يكون قرار شجاع وجذري. خصنا نرجعوا للتدريس ديال هذه المواد باللغه العربيه باش نضمنوا ان التلميذ كيفهم المعلومه مزيان بلا ما تكون عنده ديك عقده اللغه. خصنا نخدموا لمصلحه التلميذ المغربي اولا، ماشي لرضا فرنسا ولا اللوبي ديالها. وهذا الموضوع راه مهم وحساس جدا في المغرب، ويستاهل يتناقش بعمق، لان قضيه التدريس في المغرب بالخصوص الفرنسيه مقابل العربيه هي قضيه هويه، قضيه اقتصاد ومستقبل. وبزاف ديال المغاربه بحالي تماما كيشوفوا ان اللغه العربيه هي لغه القران والاسلام، وهي لغه الدستور الرسميه. هذا الشيء كيخليها مرتبطه بالهويه ديالنا والدين ديالنا. لكن في الواقع كنلقاو ان الفرنسيه هي اللي مسيطره، خصوصا في المواد العلميه وفي المراحل التعليميه العليا، الجامعه والمعاهد العليا. هنا كيبدا المشكل اللي كيخلق واحد الجدل كبير. وفي حقيقه الامر القصه ماشي جديده، عندها جذور تاريخيه. زمن الاستعمار والحمايه قبل 1956 هنا بدات السياسه ديال فرنسا. التعليم، فرنسا دارت مدارس باش تخرج نخبه مغربيه كتكلم بالفرنسيه وتكون قريبه من المصالح ديالها. هادشي كان جزء من السياسه الاستعماريه. لكن ما بعد الاستقلال 1956 واخا المغرب استقل ودار التعريب في بزاف ديال المواد، الفرنسيه بقات هي لغه العلوم والتكنولوجيا واللغه اللي كتخدم بها الادارات والشركات الكبرى. وكانت واحد اتفاقيه ما بين المغرب وفرنسا اللي خلات المدارس الفرنسيه مفتوحه في المغرب، وهذا الشيء زاد من ترسيخ اللغه الفرنسيه كلغه اولى اجنبيه. وفي 2019 تصادق على واحد القانون اللي كيسمح بتدريس بعض المواد خصوصا العلميه والتقنيه باللغه الفرنسيه في الثانوي التاهيلي والاعدادي، وهذا الشيء كيسميوه بالتناوب اللغوي. وهنا نقدروا نجيبوا الاحصائيات بالارقام، تراجع العربيه وصعود الفرنسيه. وتقارير رسميه وغير رسميه كتشير ان حصه اللغه العربيه في الوقت الدراسي تراجعت تقريبا بالنصف، وبالمقابل ساعات التدريس باللغه الفرنسيه ضعفت. وهذا الشيء خلى الفرنسي كتهيمن تقريبا على ثلث الزمن الدراسي الاجمالي. بعض المراحل مثلا كانت 6290 ساعه عربيه سنويا ولات غير 3468 ساعه، والفرنسيه تزادت من 2788 ساعه الى 5610 ساعه سنويا. وهنا نقدروا ندقوا ناقوس الخطر ونقولوا بان اللغه العربيه هي لغه القران والاساس ديال الهويه المغربيه. التخلي عليها في التعليم هو تهديد للهويه، واغلب المتخصصين كيشوفوا ان الابداع الحقيقي والاستيعاب العميق كيكون باللغه الام ديال التلميذ. يعني ملي كتقري التلميذ بالفرنسيه وهو ما ضبطهاش مزيان راه كتصعب عليه يفهم المواد العلميه مزيان،
وهاد الفرنسيه راه كتخلق لنا طبقتين في المجتمع. النخبه الغنيه اللي كتقري ولادها بالمدارس البريفي باللغه الفرنسيه وكتكون ضابطه للغه الفرنسيه وكتربح المناصب العليا، والطبقه الشعبيه اللي كتقرا في المدارس العموميه وكتحاول تعلم الفرنسيه بصعوبه وكتكون حظوظها اقل. وحتى في السوق ديال الشغل الفرنسيه باقا هي لغه قطاع الاعمال والتوظيف والاداره في المغرب. اتقانها هو مفتاح الحصول على منصب الشغل. ولا رجعنا للتعليم العالي فاغلب كليات العلوم والمدارس العليا للمهندسين والطب كتقرب بالفرنسيه، وملي كيجيو التلاميذ من الثانوي اللي قراو بالعربيه كيلقاو صعوبه كبيره وكتوقع عندهم صدمه لغويه ونسبه الرسوب كتكون مرتفعه بزاف. يعني التناوب اللغوي جا باش يحل هذا المشكل ويوجه التلميذ للمراحل العليا. وكاين اللي غادي يقول بان المصطلحات العلميه بالفرنسيه او الانجليزيه اسهل واكثر تداول في الابحاث والعلوم من تعريبها. اذا شنو هو المخرج من هذه المتاهه؟ خصنا اولا تعريب شامل للعلوم. بزاف ديال الناس كيشوفوا ان الحل هو الاستثمار بقوه في تعريب العلوم وتوفير الاساتذه والمراجع باللغه العربيه باش يقدر التلميذ يكمل قرايته من البدايه حتى الجامعه بلغه الام اللغه العربيه. والانفتاح على الانجليزيه، كاين تيار كبير حاليا كيطالب باش اللغه الانجليزيه تولي هي اللغه الاجنبيه الاولى في المغرب عوض الفرنسيه، حيث هي لغه العلم والتكنولوجيا العالميه. لاننا حنا ماشي ضد تعلم اللغات، لا بالعكس، تعلم اللغات من اجل باش نتواصلوا مع العالم الاخر ما فيها باس، لكن ما نفرطوش في اللغه الام، لغه القران، لغه المسلمين اللي هي اللغه العربيه. فتقويه اللغات الاجنبيه بلا ما نساو العربيه. الحل الوسط هو تقويه تعليم العربيه كلغه هويه. خوتي خواتاتي، من هذا النقاش كتبان لنا واحد الحقيقه صعيبه. حنا كمغاربه مسلمين كنحلموا نشوفوا ولادنا كيتقنوا لغه القران الكريم وكيقراو بها حتى العلوم، حيت هذه ماشي غير لغه، هذه راه هويه وديانه وجزء من الوجود ديالنا. لكن في نفس الوقت كنصدموا بالواقع ديال سوق الشغل وديال التعليم العالي اللي كيفرض علينا الفرنسيه. والسؤال الكبير اللي غنطرحوه اليوم ماشي واش خصنا نقراو لغات اجنبيه ولا لا، السؤال هو واش الانفتاح على العالم خاصو يكون على حساب اللغه ديالنا، لغه الام؟ واش خاصنا نوليو كنخلقوا ولاد ما فاهمين لا عربيه مزيان ولا فرنسيه مزيان؟ واش هادشي ماشي هو اللي كيزيد في الفشل الدراسي؟ راه ماشي معقول اننا كنعتبروا العربيه لغه رسميه في الدستور وفي نفس الوقت كنحاربوا بها بباب المدرسه. والحل من وجهه نظري هو ان الدوله خاصها تلتزم بلغه الدستور. خاص يكون عندنا قرار سيادي حاسم، اما نرجعوا للتعريب الحقيقي ونستمروا فيه مزيان باش تكون العربيه قادر توصل لكل المعارف العلميه، ونفتحوا الباب مباشره للغات عالميه ديال العلوم بحال الانجليزيه بلا ما نخليو ولادنا تالفين بين لغتين العربيه والفرنسيه ما كيضبطوا حتى وحده فيهم. مع العلم بان التعليم حق وخصو يتوصل باللغه اللي كتضمن العداله الاجتماعيه وكتصون الهويه. فيا ربي تفتح عقول وليداتنا ويا ربي تحمي لنا لغتنا والدين ديالنا. نتمنى يكون هذا الموضوع فادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.